أهلا بيكم معايا. أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر، ولسه مكملة معاكم سلسلة مواقف يومية، وحلقة النهاردة بعنوان أهو يوم وهيعدي. يوم عادي جدا زي أي يوم. وصلت الأولاد لمدارسهم، وكان عندي محاضرة في مدرسة ابني الصغير عن الاستفادة من أخطائنا السابقة. رحت القاعة اللي فيها المحاضرة ولقيت يافطة مكتوب عليها المحاضرة اتلغت. وانا واقفة بفكر هعمل ايه 3 ساعات اللي جايين، اروح ولا اخرج ولا. وفجأة لقيت واحدة قدامي، هي زيي كانت جاية تحضر المحاضرة. الحقيقة انا معرفهاش كويس، بنشوف بعض ونسلم من بعيد، وساعات بنتكلم على جروب المدرسة. لقيتها بتقولي المحاضرة اتلغت. قلت لها قالت لي طب الواحد هيعمل ايه دلوقتي؟ قلت لها الصراحة انا لسه كنت بسأل نفسي نفس السؤال ده. لقيتها بتتنهد وتقول لو كان معايا العربية النهاردة كنت رحت أجيب حاجة محتاجاها جدا، بس للأسف عربيتي بتتصلح. أنا اتفاجئت وأحرجت من كلامها، ومن غير تفكير قلت لها أنا كمان محتاجة أجيب حاجة ضروري، أنا فاضية، ممكن لو تحبي أوصلك معايا. الحقيقة أنا مش عارفة أنا قلت لها كده ليه. وافقت على طول ورحنا، وطول الطريق ما كانتش تقريبا بتتكلم معايا خالص. المهم وصلنا وقلت لها هنا مناسب؟ قالت لي تمام. وهي نازلة من العربية بصت لي وقالت لي انتي مش جاية معايا؟ مش انتي قلتي انك فاضية؟ وكالعادة من غير تفكير قلت لها يلا بينا. دخلت أول محل، بصة سريعة وخرجت على طول. قلت يمكن المحل مش عاجبها، والمحل التاني نفس الحكاية، والتالت والرابع. الله، بتعمل ايه دي؟ قربت منها وقلت لها هو أنتِ بتدوري على حاجة معينة؟ أنا ممكن أساعدك. ولا كأني اتكلمت. مشيت، وبعدين وقفت فجأة وقالت ندخل المحل ده. ببص لقيت المحل عليه تخفيضات. قلت أكيد هي محتاجة حاجة بسعر مناسب. المهم دخلنا المحل فيه حاجات جميلة جدا، وحسيت إنها أخيرا بجد بتتفرج على الحاجة. سبتها ورحت أتفرج أنا كمان، بس عيني عليها شوية ولقيتها ماسكة فستان تحفة. سبت اللي في ايدي ورحت قلت لها الله، جميل جدا الفستان ده، روحي قيسيه. وهي في دنيا تانية خالص. وبعدين قالت خلاص انا هاخده. قلت لها طب قيسيه الاول. قالت لا خلاص هاخده، مش مشكلة، وبعدين ده سعره رخيص جدا. الصراحة استغربت شوية من ردة فعلها. سبتها ورحت اتفرج بقى. ثواني ولقيتها ورايا وبتقول خلاص يلا بينا. وبدون تفكير قلت لها حاضر. أخدتها عشان أوصلها لأنها ساكنة قريب مني. وصلتها وقلت لها الحمد لله على السلامة، كان وقت لطيف. ولا كلمة منها. كملت كلامي كالعادة وقلت لها طيب سلام، أشوفك بكرة. فتحت باب العربية ونزلت وقالت سلام. الصراحة كنت متضايقة من أسلوبها. المهم عدى اليوم ونسيت الموضوع. وبعد أيام وأنا خارجة أجيب ابني من المدرسة لقيت عجلة نايمة في العربية. طلبت تاكسي وقلت مش مهم، يا رب بس أوصل في الميعاد. بس الصراحة كنت خايفة إني أتأخر. وجات في بالي صاحبتنا دي وقلت أكلمها وأطلب منها إني لو اتأخرت تقف بس مع ابني لغاية ما أجي. كلمتها ما ردتش. قلت أكيد مش سامعة الموبايل وهي سايقة. الحمد لله وصلت في الميعاد ولقيتها قدامي. سلمت عليها وقلت لها أنا كلمتك من شوية. قالت لي أنا سايبة الموبايل في العربية. استنيتها تسألني خير في إيه، كلمتيني ليه؟ ولكن كالعادة مفيش أي رد منها. كملت كلامي وقلت لها أصل حصل معايا موقف مش لطيف وأنا جاية، وحكت لها حكاية العربية. ولا كأنها هنا. إيه ده؟ وبعدين واحدة صاحبتها جت وابتدأوا يتكلموا مع بعض. عملت نفسي مش واخدة بالي وما صدقت. ابني طلع وخدته ومشيت. والحقيقة كان لسه عندي أمل إنها تندهني وتعرض عليا إنها توصلني في طريقها مثلا. ولا حاجة خالص. وأنا ماشية قلت أبص عليها، يمكن تكون بتندهني ولا حاجة. أبص ألاقي إيه؟ ألاقيها ماسكة الموبايل وبتتكلم. الله، هو الموبايل ده مش كان في العربية؟ هي بتعمل معايا كده ليه؟ ساعتها كان نفسي أرجع وأصرخ في وشها، بس طبعا ما عملتش كده ومشيت.
المهم اليوم برضو عدى، وقلت خلاص أنا هحاول أتجنب الإنسانة دي، لغاية ما جه يوم حفلة المدرسة. رحت وأبص ألاقيها برضو قدامي، ولابسة إيه؟ لابسة الفستان اللي جابته وأنا معاها، وكعدتي وبدون تفكير تاني رحت وقلت لها الله، الفستان حلو قوي عليكي. هو فعلا حلو عليها. يوه تاني، هو أنا بعمل في نفسي كده ليه بس؟ وطبعا ما ردتش عليا، ابتسمت ابتسامة خفيفة ومشيت. المهم رحت القاعة اللي فيها الحفلة، وحظي إني أقعد وراها. وبعدين بقى فكرت إني أقوم وأقعد في حتة تانية، بس القاعة خلاص اتزحمت، والصراحة المكان اللي أنا فيه كويس. قلت خلاص أركز في الحفلة، وأهو يوم وهيعدي. وطول ما أنا قاعدة سمع بقى أصحابها وهم بيتغزلوا في جمالها وجمال الفستان، والأول مرة أسمعها بتتكلم بالطلاقة دي. شكرا. الحقيقة الفستان ده عندي من فترة طويلة وناسياه من أول الصيف، والنهاردة قلت بقى ألبسه وخلاص. جميل، تحفة، هايل عليكي. شكرا ده من ذوقكم. فترة إيه؟ دي لسه جايباه من أسبوعين. غريبة أوي. وشوية وجات واحدة من ورايا وبصوت عالي بتقول إيه ده؟ مش معقول، أخيرا يا بنتي. ببص عليها لقيتها بتكلم صاحبتنا اللي قدامي، وكملت كلامها وقالت أخيرا جبتيه، جميل قوي عليكي. شوفي بقالك قد إيه مستنية لما ينزل عليه تخفيض علشان تجيبيه. إيه ده؟ دي بتتكلم عن الفستان. يعني الفستان ده كانت عايزة تجيبه من زمان، وما طلعش بقى صدفة إنها تجيبه علشان سعره رخيص ولا حاجة. وكمان متكبرة. أنا مش عارفة صاحبتنا دي طلعت لي منين، وبالرغم إني كنت متضايقة منها إلا إنها بصراحة صعبت عليا من نظرات أصحابها ليها اللي لسه كانوا بيتغزلوا فيها وفي الفستان، وفي ثواني نظرتهم ليها اتغيرت بعد ما سمعوا كلام صاحبتها التانية. وبرضه اليوم عدى، بس المرة دي مش قادرة أبطل تفكير فيها. وسألت نفسي هو أنا ليه متضايقة منها؟ يمكن لأنها إنسانة قليلة الذوق ومتكبرة. بجد هو أنا مالي؟ يعني إيه أنا مالي؟ أنا مالي ليه متضايقة منها؟ لأنها أثرت عليا، ضيعت وقتي، وكانت قليلة الذوق جدا معايا. مش صح. يعني إيه؟ يعني أنت شاغلة نفسك بيها قوي وعمالة تفكري فيها وفي اللي عملته، ونسيتي خالص تفكري أنت عملتي إيه؟ عملت إيه؟ عرضت عليها المساعدة لما كانت محتاجاها. إيه اللي أنا عملته غلط؟ مش معقول. لسه مش شايفة؟ شوفي كده بتقولي إيه. عرضتي عليها المساعدة، انت اللي عرضتي عليها تاخديها معاكي، هي ما طلبتش منك حاجة. ولو انت شايفة ان مساعدتك ليها تضييع وقت، يبقى انت اللي ضيعتي وقتك مش هي. ولما كنتي واقفة بتتفرجي على حاجة وقالت لك يلا، ما فكرتيش تقولي لها استني شوية لما اخلص؟ دي مشكلتك انت مش هي. وبعدين وصلتيها لانك قلتي انها ساكنة جنبك، يعني طريقها طريقك. مستنية شكرا ليه بقى؟ صح، بس أنا لما احتجت المساعدة ما فكرتش تعرضها عليا. وإيه يعني؟ نعم. وإيه يعني؟ ده اختيارها هي. شوفي بتقولي إيه تاني. انتي ما طلبتيش منها إنها تساعدك، انتي توقعتي إنها هتعرض عليك المساعدة زي ما انتي عملتي معاها. وده غلط؟ لأ، بس ده اختيارها هي مش انتي. يا ريت تكوني استفدتي من أخطائك اللي فاتت، ومن هنا ورايح تسألي نفسك قبل ما تعملي أي حاجة، هل عندك القدرة إنك تعمليها ولا لأ؟ وتبطلي تتكلمي من غير ما تفكري. فكرت كتير جدا في الكلام اللي دار بيني وبين نفسي، واكتشفت إن أنا اللي غلط. أنا غلط ولازم أتغير. بس أنا سمعت الكلام ده قبل كده، يا ترى مين اللي قالهولي؟ مين؟ افتكرت ليا صديقة غالية جدا جدا على قلبي زمان، لما كنت بشتكي لها من إن الناس ما بتقدرش، وإن الواحد تعب من كتر ما بيقدم الخير ومحدش حاسس بيه. قالت لي أنا بعمل أي حاجة لوجه الله عز وجل،
يعني ما ببقاش مستنية حاجة في المقابل، بسأل نفسي هقدر أعمل الحاجة دي ولا لأ، ولو عندي القدرة إني أعملها هعملها وانسى. شكرا جدا يا إيمان، يمكن خدت وقت طويل علشان أفهم وأتعلم. كلامك فضل جوايا ولما احتجته لقيته. بجد شكرا يا إيمان. هو احنا ليه بنحاسب الناس على قراراتنا احنا؟ بنحاسبهم ليه على تصرفاتنا احنا؟ كونك تساعد إنسان محتاج المساعدة، سواء هو طلب المساعدة دي أو أنت قدمتها بدون طلب، ده قرارك أنت، اخترته بكامل حريتك، يبقى أكيد مش مستني عليه شكر. حتى لو الإنسان ده ما قدرش مساعدتك، دي مشكلته هو. ما تندمش على سلوك طيب منك لأن اللي قدامك ما قدرهوش، ممكن بس تتعلم منه، والاختيار بإيدك، تكمل في سلوكك الطيب ده أو تغيره لو مش قادر عليه. هنتسأل عن تصرفاتنا واختياراتنا إحنا وبس. لو عندك القدرة إنك تعمل الخير، يبقى لوجه الله عز وجل من غير ما تستنى المقابل. هنعمل الخير وننسى. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.